السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله شم النسيم هيكون بعد يعني لسه له حوالي شهر كده، وانا بصراحة بقى لي فترة ما عملتش الحاجات دي، بس قلت اعملها واوريها لكم. هتعجبكم جدا، يعني طريقة كده جديدة لتخليل الماكريل، بيبقى جميل وكله لحم، واخدين بالكم؟ وحاجه في البيت مضمونه بدل اللي احنا بنشتريها. اول حاجه يا حبايبي جبنا ايه؟ طبق وحطينا فيه ملح، اهو الملح اهو، وده الاصفر ده كركم، ودي شطه. الشطه طبعا بتحفظه، ونقلبهم كده زي ما انتم شايفين. هو ده الاساسي طبعا في الايه، في التخليل. واخدين بالكم؟ هقلبه وارجع لكم بعد ما رجعت لكم، بعد ما قلبنا الملح بالكركم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اهو الملح بالكركم بالشطه اهو، واخدين بالكم؟ نرجع بقى ايه للسمك. السمك ده يا حبايبي الماكريل ننقي الكبيره اللي هي ما فيهاش يعني سليمه، ما فيهاش جرح ولا قطع ولا اي حاجه. بصوا شكل السمكه اهي، شوفوا شكلها جميل ازاي اهي، شوفوا اهي حلوه ازاي. ونفس الحكايه في السمكه دي، ما فيش الا ايه الفتحه دي بس صغيره، بس لازم تنقي السمكه بالواحده اهي، ما فيهاش ايه ولا جرح ولا قطع ولا اي حاجه اهي، وبالمنظر ده. لو اشتريتيه متجمد سيبيها لما ايه تفك خالص. اولا تشطفيها بميه، وبعدين بعد ما تشطفيها بميه تعلقها كده، تتعلق كده زي ما انت شايفه اهي. واخدين بالكم حبايبي؟ اهي كده اهو، واخده بالك؟ وتسيبي السمكه لما تنشف خالص. انا طبعا ايه غسلتها وشطفتها حلو من فوق وسبتها اما نشفت خالص. وطبعا الماكريل زي ما انتم عارفين مجمد، عشان ايه؟ مش موجود عندنا هنا، فلازم تجيبيه مجمد حلو تعرفيه ان هو ايه، مش طري عند الراجل. انا جايباه جامد، واخدين بالكم؟ اهو الماكريل جميل واهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص يعني ما تشتروهوش طري. تمام يا حبايبي؟ نيجي بقى نشوف هنعمل ايه. هنمسك الخياشيم دي ونملاها ملح بشطه بكركم. بصوا يا حبايبي، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنجيب السمكه زي ما قلنا نضيفه اهي ومشطوفه وزي الفل. هنعمل ايه؟ هنفتح المغاشيش كده زي ما انتم شايفين، ونملاها من الايه اهو، من الملح على الكركم على الشطه. شوفوا يا حبايبي اهو، ومن الناحيه التانيه كمان اهو نعمل كده اهو، ونملاها زي ما انتم شايفين اهو. يعني تمليها بذمه، مش هيبقى حادق. ما تقوليش ده هيبقى حادق ولا حاجه، مش هيبقى حادق. بصوا مالينا دي، شوفوا شكلها اتملى ازاي، عشان دي سمكه كبيره. يخش بقى ايه دوت، هيوصل لتحت. نيجي بقى نفتح هنا، نيجي نحط هنا كمان اهو، اهو في البق كمان اهو يا حبايبي اهو، اهو حطينا في البق كمان زي ما انتم شايفين اهو. خلاص السمكه اهي دي اتعملت خلاص. نعمل ايه بعدها؟ نروح دهنينها كده اهو بالملح. نيجي للسمكه التانيه وهو كذلك، نمسكها كده نفتح الخياشيم ونملاها بحيث نملاها قوي اهي يا حبايبي اهو، اهو كده اهو زي ما انتم شايفين كده، ملح وشطه وكركم. الكركم بيدي ايه لون جميل كده اهو للسمكه، لون برتقاني حلو، برتقاني فاحمر كده اهو. نيجي للمغاشيش التانية اهي اهو. بصوا يا حبايبي، بصوا يعني المغاشيش بتبقى رقات، افتح كده رق واحط فيه اهو. بصوا دي ما احطش فيه، اروح حاطه اهي كده اهو، اهو اهو. الفكره دي من زمان ما عملتهاش، قلت اعملها اوريها لكم بس عشان ايه، كل سنه وانتم طيبين، شم النسيم جاي اهو. خلاص دي اتملت، شوفي بقها اتملى ازاي اهو. بصوا البق، تعالي شويه عند البق كده اهي، احط تاني فيه اهو، واخدين بالكم؟ واجيب الباقي احط على ايه
السمكه من بره. اخر سمكه بقى اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. هجيب تاني طبعا، هعمل تاني علشان يقضي، ما ينفعش كده اهو. اهو يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وان شاء الله دلوقتي هعمل حبه تاني علشان البق ده نحط فيه. رجعت لكم لما حطيت حبه تاني، ما كان ناقص الايه، البق بتاع السمكه اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا البق بتاع السمكه نافد على الايه، على الخياشيم اهو. نحط هنا اهو كله نملاها اهي زي ما انتم شايفين كده. يعني ايه، اهتمي بالملح كتير اهو. بس مليناها على الاخر كده يا حبايبي اهو. كله بقى كده اتملى. والحبه الملح دول طبعا اهو نحط ايه عليها كده السمكه من بره ومن جوه اهو يا حبايبي. شوفوا بقى السمكه مليانه ازاي. نعمل ايه بقى بعدها؟ بعد كده هنجيب ورق جرانين. هي دي اللي هنعمل الطريقه الصح الناجحه اللي هتخلي السمك ده ناجح. سردين هتلاقي فصوص حمراء والمنظر جميل جدا والطعم خطير. ماشي يا حبايبي. هات الفانوس اهو، فانوس رمضان اهو. كل سنه وانتم طيبين، عشان انا بخلله في رمضان. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا انا ما عنديش ورق زبده. بصوا بعمل ايه. انتوا عارفين ان ايه غلط ان احنا نحطه على جرانين. لو عندك ما عندكيش ورق زبده، انا بقول لك يعني الحاجه السهله بالنسبه لك. واخدين بالك اهو البتاعه مش عايزه تتفتح اهي. نحطها كده، واخده بالك يا حبايبي. بصوا يا حبايبي عملنا ايه بقى اهو. الجرانين ايه حطينا عليها الورق الابيض دوت بتاع اجنده قديمه اهي. هنحط كده ونحط كده عشان السمك ما ينفعش يتحط على الجرانين على طول. ولو عندك ورق زبده ماشي. انا بصراحه ورق الزبده خلصان ومكسله الزراجيل. خلاص كده عملنا ايه. انا عملته قبل كده بالورق ده، وممكن كراريس مثلا عادي. بس اهم حاجه ما يتحطش مباشره على الايه الجرنار. انت بقى تجهزي جرانين الدنيا تكون عندك. اهم حاجه جرانين واكياس. الشنط اللي هي الاكياس دي اهي. بصوا يا حبايبي عملت ايه بقى. حطيت كتير ازاي عشان ده هينزل ميه، والميه ايه ما تدفع اهي. يلا حطها سليمه كده. بس يا حبايبي خلاص بقى نعمل ايه بقى. نجيب السمكه كده. خلاص ادينا حطيت السمكه وهي مرشوشه كده. نجيب السمكه التانية على الحاجات البيضه دي اللي احنا عملناها، والسمكه التالتة كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين. واخدين بالكم اهو. وهنرش عليها حبه ملح. بص بقى نرش كده ايه حبه ملح عليه اهو، علشان نتاكد ان ايه متملحه من بره ومن جوه. احنا مالين بقى النغشيش والبق بس كده. ده اللي احنا ايه عايزينه. مش هتبقى حادقه. هتقولي الملح ده كله مش هتبقى حادقه ولا اي حاجه. بس اولا السمك المكريل معروف يعني تخين وايه، وهيمتص الملح بطريقه هاديه. يعني الملح هيبقى هادي. خلاص يا حبايبي. بس كده نعمل ايه تاني. انا بقى خدت صينيه من تحتهم وايه. بصوا الملح ده هنزله عليهم برضه اهو اهو اهو. بس كده تمام تمام. وهتاكلوا احلى سردين في شم النسيم اهو يا حبايبي. شوفوا الجمال بقى اهو. هعمل ايه بقى يا حبايبي. هجيب الورقه دي الاول اخليها كده، وبعدين طبعا الابيض هو اللي يبقى ايه تحت كده. اول خطوه بتبقى صعبه شويه، بس ايه ما تخليش الجرانين تلمس الايه
لو ورقه زبده طبعا ايه عملت بورقه زبده كان أريح، بس للاسف مفيش. اهو بصوا يا حبايبي، اهو واهو كده اهو شايفين كده يا حبايبي، اهو الجرنان تحت ورق ابيض اهو، وبرده دي كذلك اهو كده اتلفت ورق ايه ابيض. بعد كده نبقى ايه نحبك الموضوع قوي اهو يا حبايبي، بس كده اهو. هتستغربوا للتخليل ده، بس هتاكلوا ايه احلى سردين اهو. بصوا يا حبايبي اهو نعمل كده بقى ايه. اول حاجه اهي اتغلفت باهم تغليفه بالورق الايه الابيض، لازم جوه ورق ابيض اهو يا حبايبي. تمام اهو. بس نعمل كده ونسيبها شويه، وهنجيب جرنان تاني عشان ايه تدمج. نجيبنا جرنان تاني ونشيل ده ونحطهم تاني كده بالورد كده عشان نمسكها حلو اهو يا حبايبي اهو اهو. ابدا بقى ادمج قوي، ادوس قوي. انا في الاول ما دوستش ليه؟ عشان ايه احافظ ان ايه الورق الابيض يبقى ماسك في السمكه كله. واخدين بالكم اهو اهو يا حبايبي اهو. بصوا اهو اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي. نجيب ايه بقى؟ ثانيه واحده معايا. بصوا جبنا بقى ايه، شايفين دي طبعا كل البيوت ما تخلاش من الشنط. اتوصي بقى بالشنط قوي اهي، دخلتها هنا اهو اهي. بصوا حبايبي اهو. لو عندك بقى اي رباط اي استك اي حاجه اهو. بصوا يا حبايبي اهو، عايزين نحكمه ما يدخلوش نقطه هوا. بصوا اهو شايفين كده. نجيب شنطه تانية، نجيب شنطه تانية زي ما قلنا. انا مجهزه شنط كتير جنبي يا حبايبي اهو. ندخل من الناحيه دي كمان اهي شنط اكياس اهو. بصوا يا حبايبي اهو اهو. اهم حاجه زي ما قلنا ما يخشلوش اهو. هتدوق احلى واطعم فسيخ شفتوه في حياتكم اهو. وانا جايبه برضو 2 بوري هوريهولكم بيتعملوا ازاي. ما بحبوش بس اهو هوريهولكم اهو. بصوا عملنا ايه بقى اهو، ما ندخلوش هوا خالص اهو. شايفين؟ هنجيب بقى ايه تاني هتستغربوا، بس هو بصراحه بياخد وقت كبير وبياخد جرانين كتير واكياس كتير، بس في النهايه بصراحه هتدمنوا الحركه دي. جبنا تاني ايه بقى اهو. الورقه تبقى بالورد، جرانين تاني. ده عايز جرانين كتير، انا ما بعملوش الا لما يكون عندي جرانين. الحمد لله عندي، بس بعد ما تخلصي خلاص. يعني بقالي كذا سنه ما عملتوش. يعني في ناس طلبوا مني نفسهم يدوقوه، قلت بقى ايه هعملها لهم، وقلت لهم بعد كده مفيش تاني اهو. بصوا نقفلها كده اهو يا حبايبي اهو. من هنا كده كمان بصوا اهو. ايه رايكم اهو زي ما انتم شايفين كده. انا كنت بقفتل واربط بس ايه كده يكفي برضه. هوريكم بقى حاجه تاني. بصوا تاني ايه، جبنا ورقه جرنان اهو يا حبايبي تاني اهي اهو. جبنا كده بالورب عشان نعرف نقفلها حلو من ناحيتين اهي. تدوسي قوي وانت بتعملي اهو 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 عشان اهو. نيجي من الناحيه دي اهو اهو قوي كده اهو. ونيجي من الناحيه الثانيه اهو. بصوا اهي عملنا ورقتين جرنان تاني. نعمل ايه تاني؟ هنجيب جبنا تاني كيس ونحطه هنا. جرنان وكيس، جرنان وكيس، جرنان وكيس زي ما انتوا شايفين كده اهو.
عشان يطلع ناجح وما يخشوش اي هوا. كده هيتكتم كتمه، الكتمه دي هتخليه ايه، النتيجه بتاعته جميله جدا اهو يا حبايبي. كيس من الناحيه التانيه كمان، بصوا اهو، بصوا لازم يتغطى كله، يتحبك حبكه جامده جدا اهو. بصوا يا حبايبي اهو، بصوا انا عملت لكم ايه حبه اهم، بصوا انا عملت لكم حبه اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو. جرنان وكيس. دلوقتي هجيب جرانين وكياس، جرانين وكياس، لما احس ان انا خلاص يعني السمكيه بقت قد كده، واخدين بالكم؟ انا هعمل جرانين تاني وكياس، وجرانين وكياس. يعني الطريقه دي هي اللي هتنجح السمك، ومش هيخش له هوا خالص، ما ينفعش يخش له هوا عشان هيعفن وهيبوظ. وفي النهايه بقى انا هعمل جرنانين تاني وكياس، وفي الاخر بقى هوريكم الايه الفينش الاخير. ماشي يا حبايبي عشان ما اطولش الفيديو. بصوا يا حبايبي انا عملت جرنانين تاني وايه، واربطهم هنا برضو اهي. الطريقه دي طريقه جميله جدا بصراحه، خدتها من خالي الله يرحمه، كان هو اللي قال الطريقه دي وجربتها بصراحه نجحت، يعني ناجح 1000000%. وانت مغمضه كده، حاجه على الناشف ولا ميه ولا ملمقه ولا اي حاجه. هحط هنا تاني كيس برضو، وبرضو جرانين، واخدين بالكم؟ يعني بصراحه اجتهدي واعملي، هتلاقي في النهايه هتدوقي احلى سمك اللي هو الماكريل ده. عشان طبعا زي ما انتم عارفين الماكريل تخين ومليان، فلازم ايه نتوصى بيه كويس، علشان طبعا الورق ده هتلاقيه في النهايه من جوه مليان ميه، بس اهم حاجه الورق اللي جوه يكون ابيض. وجبنا واحده تاني من الناحيه دي، بحيث دي احلى شنطه بقى، عشان الشنطه دي اخرها فين، جايه في الاخر كده اهو، علشان امسكها حلو اهي، بتمسك حلو كده في الاخر. بس يا حبايبي اخر حاجه بقى هنعمل ايه، بصوا يا حبايبي اخر حاجه برضه، عشان خايفه برضه للموضوع قدامكم كده هو في ايه، بفهمكم ان ايه، لازم احط جرنان كامل، بس جرنان بتاع الاهرام بتاع زمان اللي هو بيبقى مليان ورق. تحطي ايه اهو، حطيت برضه ايه على الاكياس نفس الايه، وشنطتين، اخر شنطتين بقى هعملهم واوريكم بقى في الاخر الفينش الاخير. بصوا يا حبايبي اخر حاجه بقى ربطت ده بجرنان كامل، اكياس وجرنان، اكياس وجرنان، اكياس وجرنان زي ما انتم شايفين. اخر بقى هعمل ايه الكيس ده بقى، اخر حاجه ربطت، بصوا ربطت الجرنان بشنطه كده او بقماشه او اي حاجه. ولو الموضوع ما لفش معاكي، الجرانين ما بتلفش حلو معاكي، يكون جنبك كده طباره، كل ما تعملي جرنان تربطي بطباره، واخدين بالكم اهو يا حبايبي اهو كده اهو. الف الشنطه حلو كده، واخر شنطه بقى كده اهو اروح مدخله فيها ايه الكيس كده اهو. بس يا حبايبي خلاص ربطناها من هنا زي ما انتم شايفين كده اهو اهو اهو. بس خلاص الثلاث سمكات شوفوا بقى قد ايه كبروا ازاي. نجيب بقى ورق الالومنيوم زياده تاكيد علشان نلفه بيها، بس كده. اخر حاجه يا حبايبي اهي زياده تاكيد اهو، علشان ما يبقاش فيه هوا نهائي فيها اهو. بس كده كده بقى اهو. بصوا من هنا من الناحيه الثانيه برضو كذلك اهو اهو، مش هنسيبها كده. اخر حاجه بقى يا حبايبي الاكياس، بصوا الجمال اهو. بصوا يا حبايبي بقى الشنطه
اخرها بصوا عملت ازاي، دخلت لجوه الورق الالومنيوم وحطيت الشنطه هنا بس، وشنطه بقى العكس وخلاص. بصوا حبايبي بقى خلاص خلصنا السمك السردين اللي هو الماكريل، تخليل خالص نهائي زي ما انتم شايفين كده اهوت، مش داخله ولا هوا ولا اي حاجه، واتربط كده اهوت زي ما هو. هنحطه بقى ايه، لو حتى حطيتيه في دولاب، طبعا ده من رابع المستحيلات نحطه في الدولاب، انا بقول لك ان مش هينقط ولا ينزل ميه ولا اي حاجه. تحطيه بقى لا في ثلاجه ولا حاجه، هتحطيه في المطبخ، على المطبخ من فوق، في اي حته، هيقعد لمده ايه، لمده شهر كامل وتفتحي عليه. اللي يقول لك مثلا مخلل بيقعد 15 يوم، ده لا، ما اعرفش انا المخلل اللي بيقعد 15 يوم، دي لمده شهر. انا بحط السردين شهر بس، ده متعب جدا في العمايل. انا بعمله مره وخلاص، لولا بس ان ايه، العزاز عندي اللي هم طلبوه عشان كده عملته، لكن هقول لهم مش هعمله تاني، هو متعب جدا، ارهاق ما بعده ارهاق. انا بحب اعمل لكم في الفيديوهات حاجات سهله، الصعب بعمله، انتوا عارفين التصوير صعب وكله صعب ومفيش امكانيات طبعا للتصوير، بس القناه ديت بس عشان ايه، اعرفكم حاجات جديده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله باذن الله نشوفه بعد شهر، وتكتبي عليه التاريخ علشان ما تنسيش الميعاد. وكل سنه وانتم طيبين.